ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. حلقه النهارده مليانه حاجات مهمه كتير. بس قبل ما نتكلم، لو عجبك الفيديو دوس لايك، ولو انت شفته على اليوتيوب اشترك بالقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بسم الله. عندنا النهارده في صفقات هنتكلم عليها بتاعت الزمالك وصفقات الاهلي، وهنتكلم عن اتحاد الكوره والاجتماع بتاعه الخاص بخروج منتخب مصر من بطوله افريقيا. آه، يمكن دي التفاصيل اللي معانا النهارده هنتكلم فيها. هنتكلم في اول حاجه في صفقات نادي الزمالك. نادي الزمالك عمل حوالي، بنتكلم في 10 صفقات. يمكن ابرزهم عبد الله السعيد. الصفقه صفقه القرن زي ما بيقولوا. بانتظارها حوالي 6 سنين، 5 ل6 سنين. اخيرا عبد الله السعيد بيلبس تيشيرت الزمالك. صفقه جماهيريه هتفيد عبد الله وهتفيد الزمالك. الصفقة التانية برضو الأبرز زي ناصر ماهر. خلاص مضى وخلص رسمي للزمالك. دول يمكن أبرز صفقتين من 10 صفقات لو حابين أقولها لكم. أحمد حمدي، لاعب الأهلي السابق، الزمالك خلصه. محمد شحاتة ده إعارة. في سيف فاروق جعفر رجع الزمالك من بيراميدز تاني. في زياد كمال من إنبي إعارة. في محمد عاطف من طنطا بيع نهائي. في مهاب ياسر جاي من الداخلية. في ترافيس موتيابا ده لعيب تحت السن أفريقي. في مصطفى أشرف ده كان آخر صفقات الزمالك اللي جاي من بروسيا مونشنغلادباخ، ده كان آخر صفقة. في 3 لعيبة من الزمالك خرجوا. عمرو السيسي مشي، وفي حاتم سكر مشي برضه، وفي عبد الله جمعة عمل فسخ العقد. دول ال3 لعيبه اللي خرجوا من الزمالك. المدير الفني برضو الجديد البرتغالي اللي جه الزمالك اسمه جوزي جوميز، ده اللي هيبتدي ان شاء الله مع نادي الزمالك. الاداره الفنيه جايب معاه مدرب احمال، وجايب معاه مخطط فني، وجايب معاه مدرب حراس مرمى. دول ال3 اللي هو جايبهم معاه. طبعا تحيه لمجلس اداره نادي الزمالك انه خلص القيد، فك القيد، عمل صفقات، حل مشاكل كتير في الفتره اللي فاتت. بس هي فكره والسؤال في حاجه، انت دلوقتي جبت حوالي 10 صفقات، هل 10 صفقات دول المدير الفني الجديد هيبقى مقتنع بيهم؟ ده اللي اقصده، ان هو مش هو اللي اختارهم، هل هو هيبقى مقتنع بيهم؟ بص، ما يمنعش ان عنده صفقات، في صفقات عاملها تقيله وهتفيد الفريق، بس هل المدير الفني ال10 صفقات دول هيقتنع؟ ده بقى اللي هنشوفه الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. ده بالنسبه لصفقات نادي الزمالك. بالنسبه لصفقات نادي الاهلي، هو ما عملش غير صفقتين. صفقه اسامه ابو علي اللاعب الفلسطيني، والصفقه الثانيه بتاعت عمر كمال عبد الواحد. وفي 3 لعيبه اعارات، عبد الرحمن واحمد كباكا ومحمد زعلوك، دول طلعوا اعاره لنادي فيوتشر في مقابل لما النادي الاهلي جاب عمر كمال عبد الواحد. والصفقه الرابعه طبعا اللي هي خلصت بفسخ التعاقد كانت صلاح محسن. دول الصفقتين اللي عملهم النادي الاهلي. كده احنا اتكلمنا عن صفقات الاهلي واتكلمنا عن صفقات الزمالك. المفروض خلاص ان الدوري هيرجع، بنتكلم في حوالي اسبوع ماكسيمم يعني، ويبتدي الدوري تاني يرجع تاني، ونشوف بقى الصفقات دي هتعمل ايه في الفرقتين. ده كده خلصنا موضوع الصفقات. عندنا موضوع تاني خاص بالمنتخب، خروج المنتخب من بطولة افريقيا. طلع علينا اتحاد الكورة. اولا اتحاد الكورة في صمت رهيب من ساعة الموضوع دوت. طلع بيان امبارح اعتذر للشعب او الجمهور. تمام. قال لك احنا هنجتمع يوم 4 فبراير. طب انا ليه سؤال، يعني هو موضوع زي ده انت محتاج ان انت تصبر عليه لحد يوم 4 فبراير ليه؟ هم اعضاء اتحاد الكرة فين؟ مش في مصر يعني؟ مش موجودين؟ بيديروا المنظومة؟ اكيد موجودين، اكيد بيديروا المنظومة. طب هم فين الناس دي؟ لسه هيجتمعوا يوم 4؟ غريبة بالنسبة لي يعني. وبعدين مستنيين لسه التقارير الفنية وتقارير الطبية. تقارير فنية ايه وطبية ايه؟ ما كله زي ما بيقولوا كان على عينك يا تاجر، يعني ما كانش في حاجة مستخبية يعني. ايه اللي منتظرينه في التقارير يعني؟ التقارير هتغير رأيهم في ايه؟
اذا كان ببقاء فيتوريا او ان فيتوريا يمشي. ايه اللي هيغير رايهم؟ التقارير دي هتغير رايهم في ايه؟ محدش فاهم حاجه. وزير الشباب والرياضه طلع في تصريح برضو قال ان مجلس اتحاد الكرة ما ينفعش ان هو نقيله او يقال او يستقيل في الوقت الحالي، هيحصل مشاكل ماشي، ما فيش مشكلة. طب بس برضو محتاجين نعرف ايه اللي هيتم في النكسة اللي حصلت. زي ما عرفنا ان اتحاد الكرة فاضل باقي في منصبه، محتاجين برضو نعرف اللي حصل ده هل هيعدي مرور الكرام ولا هيبقى فيه هناك نشوف فين الغلط ونصلحه، نشوف مين المستهتر ونشيله، نشوف مين اللي غلط ونحاسبه. عايزين برضو نعرف ده مهم لازم نعرفه. ده موضوع اتحاد الكرة والمنتخب والقصة بتاعت خروجنا من أفريقيا. يعني أنا مش عارف قصة صلاح برضو، موضوع صلاح الراجل ما طلعش 10 أيام أهو أو أسبوع ويتعالج ويرجع. الموضوع استمر أكتر من كده، داخلين في حوالي النهاردة اليوم 16 أو اليوم 15. يعني طلعت الإصابة مش صغيرة، يعني زي ما كان موصل لنا الجهاز الطبي للمنتخب، يعني طلع فيه تقصير فعلا. مش دفاعا عن صلاح، بس أنا بقول الكلام اللي خرج، أنا بجاوب على الكلام اللي خرج من اتحاد الكرة وخرج من الجهاز الطبي في أول يوم وأول يومين إصابة لصلاح، وكلنا هاجمنا صلاح. يعني طلع إذا الموضوع مش سهل يعني. وطلع من ليفربول قال لك لا هيلعب ماتش تشيلسي اللي هو كان بيتلعب امبارح، ولا هيلعب ماتش أرسنال ده المفروض هو بعد 3 أيام. يعني الموضوع داخل له شويه حلوين، حوالي من ما بين 20 ل 28 يوم او من 20 ل 27 يوم او حاجات غريبه، يعني امور غريبه بتحصل، محدش فاهم حاجه، في عشوائيه وفي تخبط. يعني مش عارف احنا هنحل الكلام ده امتى، يعني امتى هيتحل الكلام ده. بس يمكن هي دي الاخبار اللي معانا المهمه. لو عجبك الفيديو، عجبك الاخبار اللي بنقولها لك ونوصلها لك، يا ريت تفعل زر الجرس وتدوس لايك، وان شاء الله نشوفكم في فيديو تاني باذن الله، ويومكم يبقى خير ان شاء الله. السلام عليكم.